السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم طويجن ديال الاعناق ديال الدجاج. غادي نحضروا باللوبيا والبطاطس. طويجن كيجي معتبر، ما غاديش تشبعوا منه. وكيفاش يجيكم الاعناق ديال الدجاج لذاذين، وكذلك باش ديك الرائحة ديالهم ما كتبقاش، كأنكم طيبين الاعناق ديال الدجاج. وصفة اللي صراحة كتستحق التجربة. وكما كنعرفوا في هذا البرد كنبغيو طويجنات للعشاء او للغداء، وهاد الطويجن كذلك غادي ينفعكم حتى للشهر الكريم. الا بغيتوا الطريقه والمقادير خليكم معايا لنهايه الفيديو فضلا وليس امرا. اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي ما عليه الا يضغط على مربع الاشتراك الاحمر، يفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد على قناه يوميات قطرات الندى توين كويزين. كنتمنى لكم شهيه طيبه، فرجه ممتعه. ما تمشيو فين، خليكم معايا لنهايه الفيديو. وإلا كتبغيو وصفات بحال هكا مرحبا والف مرحبا. نبداو الفيديو. كما ذكرت معكم في الاول، اليوم غادي نحضر معكم الاعناق ديال البيبي اللي كيجيو اكثر من رائعين. اليوم غادي ندير لهم تتبيله اللي كتجي خطيره باش يعني يجيوكم لذاذين. كما كنعرفوا بزاف الناس يعني ما كيبغيوش يطيبوهم، ولكن صدقوني الا جربتوا هذه الطريقه غادي يعجبوكم بزاف. حتى انا في الاول ما كانوا كياكلوهم لوليداتي، ملي جربت هذه الطريقه هذه تيجيو غزالين بزاف. اول حاجه خاصكم ضروري باش تشريوهم تنقعوهم في شويه ديال السكينجبير مع شويه ديال الحامض مع شويه ديال الملحه في واحد شويه ديال الماء حتى كيحيدوا داك الوسخ كامل وصافي. وكتحيدوا منهم دوك العروق ودوك الجلوده. هانتوما راه كنتي محيدين دوك العروق ودوك الجلوده كاملين، عاد كتنصبوهم. وقبل ما تنصبوهم ضروري تقوموا بهذه العمليه، يعني غادي نرقدهم في واحد الترقيده اللي كتخليهم كيجيو بنانين. وفي المرحله الثانيه غادي نخضروهم. انا ان شاء الله اليوم غادي نخضرهم باللوبيا، واحد النوع ديال اللوبيا مسطح متواجد في الاسواق دابا والثمن ديالو زوين، وصراحه حتى هو في التخضيره كيجي زوين. ان شاء الله جربوه ما غاديش ندموا. وكذلك هذا النوع ديال اللوبيا بزاف الناس كيعرفوا هذه اللوبيا هذه راه متواجده في الاسواق. بالنسبه حتى الشلاضه كتجي زوينه، وممكن ديروها حتى مشرمله. انا غادي نجيبها نوريها لكم قبل ما غادي نبدا التشرميله ديال هاد الاعناق. هذه هي اللوبيا اللي غادي نخضر بها ان شاء الله. هانتوما كنقطعها كطريفات صغار، كاين مره كنقطعها كطريفات كبار، مره كنقطعها كنوع. وغادي نوضع معها واحد الحبات ديال البطاطا كيتواتاو معاها بشكل كبير. هذه زوينه بزاف، صراحه تتعجبني. انايا هنايا فورتها واحد شويه تقريبا واحد 20 دقيقه، رشيت عليها الماء ودرتها تفور باش دغيا طيب ليا. ودابا غادي ندوزو للتتبيله ديال الاعناق ديال الدجاج. اول حاجه غادي نديرها هنايا غادي ندير تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. هما راه كيبغيو شي شويه هكا يكونوا يعني متبلين باش كيجيو بنانين. معلقه هكا صغيره قبل ما تطيبوهم، يعني على الاقل واحد ساعتين د المكانه كيجيو زوينين كيجيو بنانين. وهاد الطويجنات بحال الطويجنات هادو كينفعوا بزاف في البرد، وكذلك حتى كينفعوا حتى في الشهر الكريم ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرفوم، وتتوضعوا المنوع الغذائي. انا نوضع شي شويه ولكن حتى غادي نكون غادي نطيبو. هنايا واحد المعلقه ديال صغيره هانتوما ديال الخرفوم. هادشي كيتواتى واحد الشكل كبير مع هاد الاعناق. وهنايا غادي نجيب واحد الرشه ديال الفلفل الحار اللي كيعطي واحد المذاق، وباش كنزيدو نضمنوا ان ما تبقى فيه حتى حاجه باش يطيبوا، راه تيجيو زوينين. واغلبيه تيجيو مع الزبيب والبصله، ولكن انا صدقوني ما تيبغيوش ولادي بزاف الزبيب والبصله، داكشي علاش ما كنديرهمش وما كيجيو رائعين. وحتى هاد الطريقه راه غادي تعجبكم الا جربتوها. هنايا غادي نجيب الثومه، غادي نوضع دابا شويه ديال الثومه، وحتى غنبغي نطيبهم وغادي نوضع شويه ديال السكينجبير. هانتوما شويه ديال الثومه. هنايا غادي نوضع الثومه. بالنسبه لهاد الثومه كنحتفظ بها في المجمد، كتبقى محافظه على اللون ديالها وكذلك حتى الطعم ديالها.
هنايا زدت تقريبا واحد 2 حتى ل3 د الملاعق ديال الماء. هنايا غادي نشرمل بيديا باش يعني ندخل هاد الشرموله مزيان، وكناخذ هكا شي سكين اولا شي عود ديال الحديد وكنبقى هكا كنتقبهم مزيان باش كندخل لهم شرموله. ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الشرموله اللي كتكون مدقوقه بالقزبور والمعدنوس. صراحه هاد التتبيله هذه كل ما نقعتو فيها هاد الاعناق ديالكم كل ما حصلتوا على واحد النتيجه اللي هي رائعه. صراحه كيجيو بنانين، ما كيجيوش نهائيا باينين بانهم الاعناق ديال البيبي. هنايا كنزيد واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، وكنحيد حتى هاد اللب ديالو كيعطيهم واحد المذاق زوين. الا بغيتو ديروا نتوما حتى الحامض مصير كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا كنكتفي غير بهاد الطريقه. صافي هنا كما قلت لكم كنتكهم هكا بالسكين. كل ما خليتوهم في هاد التتبيله كل ما كان احسن. انا غادي نخليهم تقريبا ما بين 2 سوايع حتى ل3 سوايع وممكن اكثر. طريقه جد بسيطه. دائما تبعوا المراحل باش تحصلوا على الوصفه ناجحه 100%. وكذلك حتى المبتدئات يستافدوا، كذلك الطالبات اللي كيبغيو هكا يطيبوا طويجنات هكا متنوعين. وكما كنعرفوا دابا دائما كنقلبوا على الوصفات اللي هي ناجحه والوصفات الاقتصاديه. صافي هنا غادي نخليهم وغادي نرجع باش نكمل معكم الطريقه ديال النصيب ديالو، وكذلك غادي تشوفوا باقي التحضيرات. صافي هنايا منين دازت تقريبا انا خليتهم هنا واحد 4 ديال الساعات حتى رقدوا ليا مزيان. دابا كنخليهم يزيدوا يتقلاو في هاد المريقه هادي. عاد غادي نضيف البصل والباقي المقادير كما غتتابعوا معايا. صافي كنبقى نقلبهم على الجهات كاملين. صراحه واحد الريحه طالعه منهم كتشهي. كنتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه. صراحه كيجيو غزالين ما تشبعوش منهم. ندوزو للمقادير ديال باش غادي نخضروهم والمكونات اللي غنحتاجو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج بالنسبه للخضره كما ذكرت معكم، هنايا اللوبيا ها هي هاد النوع ديال اللوبيا. الا كنتو بغيتو تحتفظوا بها في المجمد كتخليوها يعني خضره. انا هي الطريقه ديالي وناجحه 100%. الوقت اللي كنبغيها عاد كنجبدها، اما كتسلقوها ولا كتفوروها. صراحه كتجي زوينه يعني على ضمانتي. يعني ما كنفورهاش وعاد كنخليها في الثلاجه. صافي هنايا عندي 500 غرام على حسب افراد الاسره ديالكم. وغادي نحتاج هنايا بطاطا. انا استعملت هاد البطاطا الصغيره كتجي زوينه. ممكن تستعملوا نتوما اي بطاطا عندكم. الا بغيتو تاخذوا الكبيره وتقسموها على 4 على حسب الذوق ديالكم. عندي هنايا بصله كبيره شلطتها مزيان. وعندي الطويمه ديالي ديال مطيشه المساند الرسمي اللي كنكون محتفظه بها الوقت اللي كنحتاجها كنجبدها. وعندي هاد المزاود. حتى هاد المزاود راه كنديرو هكا في الفريغو وكيبقى محافظ على الشكل ديالو كيجي رائع الوقت اللي كيكون الحار. الا ما خللتوش كنحتفظ به في المجمد. وعندي هنايا ربع كاس ديال الزيت. دائما الزيت على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحتاج نفس المقادير اللي استعملت في التتبيله لهاد الاعناق ديال البيبي هي اللي غادي ندير شويه وغادي نسقي بها الخضر ديالي من الفوق. خليكم معايا. صافي هنايا ها هما تشحروا ليا مزيان. صراحه كل ما تشحروا كل ما ترقدوا كل ما عطاو نتيجه احسن. صافي هنايا غادي نزيد هاد البصله مع مطيشه. هاد المطيشه راه دغيا كترخى. هاد المطيشه هادي راه دغيا كترخى يعني ما كتاخذش يعني شي وقت. بمجرد ما كنرجعوا عليها الغطايه صافي يعني كتهبط وكتطلق حتى هي الماء ديالها. غادي نزيد هنايا الزيت نتوما اللي كتحكموا فيه. بغيتو ديروا الزيت البلديه والزيت الروميه تيبقى على حسب الذوق ديالكم على حسب المتوفر اللي عندكم. دائما كنمشي معكم بالمكونات اللي كتكون عندكم. صافي هنايا كنخلي هاد البصله حتى هي تشرب العطريه وكذلك ترخي ديك الماء ديالها. يعني كل مكون كنضيفوه في الطاجين راه عنده واحد الدور اللي هو زوين. صافي هنا هاد الطويجنات هادو كيعجبوني بزاف وقلت علاش لا ما نتقاسمهمش مع الاخوات مع المبتدئات. صافي هنايا غادي نخلي الطاجين ديالي حتى غتهبط ليا البصله ديك المطيشه اللي وضعت ونكمل معكم باقي المكونات.
صافي هنايا كما كتشوفوا تقلى ليا مزيان. صافي هنايا غادي نزيد المكونات ديال الخضره. الا بغيتو نتوما تزيدوا شي حاجه مع هاد اللوبيا هذه كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن تزيدوا الجزر، ممكن تزيدوا اللي بغيتو على حسب الشهوه ديالكم. صافي هنايا الا بغيتو نتوما تخليو البطاطا ديالكم كما غادي نخليها انا هكا، انا غنخليها هكا كبيره، كنتكوها هكا غير بشويه بالسكين حتى هي باش كتدخل لها التوابل باش كتجي زوينه. وكل واحد على حسب الرغبه ديالو. هكا صراحه كتجي هاد البطاطا الصغيره زوينه في التزيين. وغادي نزيد واحد المساند ديالي الرسمي اللي ما كيعجبني بزاف الطاجين، وهو شويه ديال المطيشه. صافي كنحاول نستفها بهذا الشكل هذا باش كتبقى شاده الشكل ديالها زوين. صافي انا غادي نكمل ونرجع معكم. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما زدت مطيشه صراحه كيجي طاجين زوين بزاف، ما غاديش تندموا الا جربتوه. صافي هنايا بالنسبه للتوابل هما درتهم هنايا، غادي نزيدهم فوق الخضره كما كتشوفوا معايا. الطويجين ديالي هو رصيته، ممكن نتوما ترصيوه كما بغيتو. هنايا زدت هاد العطريه هذه غادي نزيدها فوق هاد الخضيره ديالي. ومن بعد ملي غادي يبدا يطيب ليا الطاجين كنهز ديك المريقه وكنبقى نسقي بها الخضر ديالي باش كتجي هكا من السما. صراحه الطويجين كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للعافيه انا ناقصه عليه، غير كيغلي ليا هكا الطاجين كنقص وكنشد عليه مره كنتبه الا كان خاصو الماء كنزيد له الماء، يعني ما كنضيفلوش الماء بزاف باش اولا ما يبقاش يتهرق ليا، وثانيا باش ما نبسلوش يعني ما يكونش ما جايش لذيذ. الا حسيت خاص الماء كنضيف فيه شويه د الماء سخون. تلقاو ان شاء الله في الشكل ديالو النهائي باش تشوفوا الطويجين ديالنا اللي حضرنا بهذا النوع ديال اللوبيا مع البطاطا. ما ترددوش، جربوه وإلا عجبكم ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم. وإلا وصلتوا لهنا كذلك كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي فضلا وليس امرا. مازال عندي بزاف ديال الطويجنات اللي ممكن انهم ينفعوكم في هذا الشهر الكريم وفي جميع الاوقات. وهنايا كما كتشوفوا الا بغيتوا تسرعوا العمليه ديال الطهي ديال الطاجين كتاخذوا اوراق ديال الزبده بابي كويسو وكديرهم. شوفوا دغيا كيغلي الطاجين وما كياخذش نهائيا شي وقت كتير. صافي هنا نتلاقى معكم في الشكل ديالو النهائي. صراحه كنتمنى انكم تجربوه بكل صراحه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويج اللي حضرت معكم باعناق ديال البيبي. الديك الرومي كيجي ولا اروع، ساهل ماهل اقتصادي، والاهم انه كيجي لذيذ بزاف. غادي يفيدكم للعشاء او للغداء. وكذلك كما كنعرفوا كنبغيو طويجنات للشهر الكريم. تلاقى معكم فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي.